منتخب مصر يتلقى تهديدات قبل مباراته مع الكاميرون مثلما حدث مع الجزائر. تهديدات ضد لاعبي منتخب مصر بهدف تدمير الحالة النفسية للاعبين قبل مباراة مصر مع الكاميرون، حيث خرج سامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني بتصريح وصف فيه لقاء الكاميرون مع مصر بالحرب، الأمر الذي أدى إلى استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي واستياء كيروش مدرب منتخب مصر، والذي خرج بتصريح أن الحرب الحقيقية هي الجماهير التي تموت على أبواب الملاعب. وخرجت صحيفة كاميرونية بإشاعة بأن محمد صلاح أصيب بكورونا ولن يستطيع لعب مباراة مصر والكاميرون، الأمر الذي نفاه اتحاد الكرة المصري، والذي استعان بأحد المراكز الخاصة لأخذ مساحات كورونا. وفي سياق متصل تم تعيين بكاري جسامة حكما لمباراة مصر والكاميرون، الحكم الذي عليه الكثير من التحفظات، صاحب الكثير من المواقف ضد الفرق المصرية. وكانت وسائل إعلام ومغردين تداولوا أن مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش اضطر لوقف مران المنتخب المصري بعدما فوجئ بوجود طائرة تحلق فوق الملعب المخصص للتدريبات. وقال سفير مصر بالكاميرون مدحت المليجي أن هذه الطائرة تتبع أجهزة الأمن الكاميرونية وحلقت لرصد الموقف وتصوير أي تجاوزات. حرب جزرة ضد المنتخبات العربية بهدف إسقاطها بداية من الجزائر نهاية بمصر، الهدف منها جعل البطولة كاميرونية بأي طريقة. ندعوك لترك رأيك بالتعليقات. أخيرا ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصل لكم جديد فيديوهاتنا.